تعد ثورة علاجية أعلن العلماء توصلهم إلى علاج جديد لفيروس الكبد الوبائي سي الذي يحصد حياة آلاف الناس سنويا. الخبر الذي تسابقت في نشره الصحف والمواقع الطبية أفردت مجلة لانسيت الطبية الشهيرة صفحة كاملة عنه، خصوصا مع صدور تقارير منظمة الصحة العالمية التي تتخوف من انتشار المرض في مناطق فقيرة تعاني عدم الاستقرار. التهاب الكبد الوبائي سي مرض يصيب الكبد وقد يؤدي إلى تليفه أو توقفه عن العمل والإصابة بالسرطان، وهو يقضي سنويا على نحو 300 ألف شخص من بينهم 150 مليون مصاب به حول العالم. وتصيب أنواع خطيرة من الفيروسات الكبد بأمراض قد تكون مميتة إذا لم يتم علاجها في مراحلها الأولى، وقد يضطر الفريق الطبي إلى استئصاله وزرع كبد آخر من متبرع كي يضمن حياة المصاب، كهذه السيدة التي تم زرع كبد لها وشفيت من المرض بعد شهور مكلفة من العلاج. إنه شيء جيد أن تعود للحياة بين الأهل والأولاد بعد شهور من العلاج. كانت تجربة صعبة لكن في النهاية تكللت بالنجاح. العقار الجديد قد يعطي الأمل لنسبة محدودة فقط من المرضى، إذ أن ثمنه الباهظ قد لا يكون في متناول اليد، خصوصا أن فترة العلاج تستمر نحو 6 أسابيع، وهو وقت قد يستهلك الكثير من المال الذي لا يتوفر لدى أغلبية المصابين.